ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هقدم لكم النهارده مجموعه من الحلويات الصحيه من غير سكر من غير دقيق، كويسه ومناسبه جدا جدا للاطفال او لاي حد عامل نظام صحي او حتى مش عامل. لازم من فتره للتانيه ندخل حاجه صحيه في حياتنا، وهقول لكم دلوقتي على كل واحده بالتفصيل. اول حاجه هبدا بيها عندي الرافاييل بولز او كرات جوز الهند. فيها 3 مكونات رئيسيين، هم عباره عن كوبايه من جوز الهند، ربع كوبايه من زيت جوز الهند، ومعلقتين كبار من العسل. هبتدي اخلطهم مع بعض بايدي، لكن وانا بخلطهم حسيت ان جوز الهند البشر بتاعه تخين شويه، فحطيتهم في الكبه وفرمتهم مع بعض علشان يبقى انعم شويه بالشكل ده. فتقدروا ما تخلطوش بايديكم وتحطوا من الاول في الكبه وتفرموهم مع بعض، ولازم يكون القوام بتاعه زي كده. لو ما كانش زي ده تقدروا تزودوا معلقه او 2 من زيت جوز الهند لغايه لما القوام يبقى كده. بعد كده جبت الايس كريم سكوب علشان تبقى كل الكرات تقريبا قد بعض. وطبعا دي اختياري، مش لازم ابدا، ممكن بالنظر كده كل واحدة تبقى قد التانية. وبعد كده هبتدي اكورها بايدي بالشكل ده لغاية لما اكون عندي كورة كده. وخلصت الكمية. انا عملت منها شكلين، شكل كان ابيض وشكل كان منها شوكليت زي ما انتوا شفتوا. الشكل الابيض خدت كل واحدة وابتديت ازينها من على الوش بجوز الهند. بسيطة جدا، عبارة عن 3 مكونات بس. هنا حطيت معلقة من الكاكاو الخام على النص التاني من الخليط، يعني أنا قسمت الخليط نصين. جزء منه عملته اللي هو الكرات البيضة، والجزء التاني حبيت ان انا اعمله بالشوكولات، فحطيت عليه كاكاو خام من غير سكر. وبعد كده اخدت برضو بالنظر، ما عملتش بالايس كريم سكوب، وعملتها كده دواير. وبعدين جبت عندي شوكولاتة دارك، انا استخدمت شوكولاتة دارك بنسبة 85%. تقدروا تستخدموا النسبة اللي انتوا عايزينها. حطيتها على حمام مية دافي، بحط مية سخنة واحط فوقيها البولة الازاز وابتدي اقلب فيهم. وكنت زايده لها معلقة من اي نوع زيت نباتي. انا حطيت زيت اللوز علشان يبقى الوصفة صحية 100%. وبعد كده نزلت فيها الكرات وهبتدي اخلطها كده بالشكل ده بالراحة. وهبتدي اصفي الشوكولات الزيادة اللي فيها. وطبعا علشان ما تلزقش في الصينية فجبت ورق زبدة وحطيته عليها. عايزة اقول لكم كان طعمها خطير، لازم 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 تجربوها. دخلتها التلاجة حوالي نص ساعة لغاية لما تمسكت. وبعد كده جيت بالمعلقة وحاولت اعمل لها اي ديكوريشن بالشوكولات السايحة بالشكل ده. وبعد كده هتدخل التلاجة تاني. الوصفة دي ما بتاخدش 5 دقايق شغل وبتطلع عندكم تحفة بالشكل ده. تاني وصفة استخدمت فيها موز. جبت موز زي ما انتوا شايفين اللي هو بيبقى القشرة بتاعته اسودت، فبيبقى الموز من جوه مسكر وطعمه حلو قوي، وهيبقى مدي اعلى نسبة سكر فيه. فرمتهم في الكبة ناعم جدا. وبعد كده جبت عندي شوكليت دارك، دي كانت بنسبة 55%. ابتديت اسيحها بالشكل ده. ما حطيتش عليها زيت ولا حاجة، هي بس الشوكولاتة سيحتها ونزلتها على الكبة بتاعتي وطحنتهم كده مع بعض. وبعدين حطيتهم في كيس وحطيتهم في أكواب الكب كيك. لو مفيش أكواب كب كيك تقدروا تستخدموا أي حاجة سيليكون أو أي حاجة عندكم وتبطنوها مثلا بورق زبدة. وحطيتها في التلاجة لغاية لما تتماسك، بتاخد حوالي 3 أو 4 ساعات. وبعد كده بتتماسك وطلعت معايا بالشكل ده. زينت جزء بيها بالمكسرات وجزء تاني حطيت على الوش بتاعه شوكليت، وده كان شكلها وده كان القوام بتاعها. عايزة اقول لكم برضو سهلة وجميلة يعني بتخلص بسرعة. تالت وصفة عندي استخدمت فيها الشوفان. حطيت كوباية من الشوفان واديتها فرمة كده في الكبة لغاية لما بقى شكلها كده. وبعدين ده اختياري، حطيت عندي شوية من عين الجمل وفرمتهم معاهم. وبعد كده هنا المكون الأساسي البلح، ده بلح اللي هو طري اللي هو بيبقى رطب. لو مفيش تقدروا تستخدموا معجون البلح، لو مفيش تقدروا تستخدموا البلح الناشف العادي وتحطوه في مية سخنة من حوالي ربع ساعة لنص ساعة. بعد كده هيطرى معاكم، هيبقى كويس جدا للوصفة دي. حطيتهم في الكبة وفرمتهم كلهم مع بعض. وبعد كده حطيت عليهم معلقة صغيرة مليانة من الكاكاو وحطيت رشة قرفة. الحقيقة القرفة مع الكاكاو في أي نوع حلويات بتدي تيست حلو جدا.
اللي بيحب برضو جوزة الطيب يقدر يحط منها حاجة بسيطة لغاية لما يبقى عندي شكله عامل كده. وطبعا التماسك ده بيبقى بفضل البلح. هاخد بعد كده جزء جزء على قد القطعة اللي أنا محتاجاها. لو أنا محتاجة قطعة كبيرة أعملها كبيرة، لو أنا محتاجة قطعة صغيرة يعني على قد القطعة على قد المرة اللي هتاكلوا فيها. عملتها دايرة بالشكل ده، وبعد كده حبيت أنوع ما يبقاش كله دواير، فبططتها كده بإيديا علشان تبقى واخدة الشكل ده. فاكرين البسكوت اللي اسمه بيمبو بتاع زمان؟ هو تقريبا كده واخد نفس الشكل بتاعه. عايزة اقولكوا طعمها تحفة وصحية جدا وحلوة جدا جدا للأطفال. هبتدي اغطسها برضو في تشوكلت، دي شوكولاتة دارك، وحطيت عليها معلقة من زيت اللوز. تقدروا تستخدموا اي نوع زيت نباتي واي نسبة شوكولاتة انتوا عايزينها شوكولاتة مثلا، في تقريبا النسب بتبدأ من 30% لغاية 90 و99%. ابتديت اغطسها بالشكل ده، في جزء خليته من فوق بس وجزء خليته من فوق من تحت، وحطيتها في التلاجة بتاخد تقريبا نص ساعة، وده شكلها. وعايزة اقول لكم طرية جدا من جوه، بتبقى طرية جدا وتحفة، مش بتحسوا ابدا انها حاجة دايت او انها حاجة بتضايق يعني. بعدين علشان احفظهم حطيتهم في برطمان نظيف معقم من الازاز وشلتهم في التلاجة. اخر وصفة عندي استخدمت فيها كوباية من اللبن ومعلقة صغيرة بس مليانة قوي من الجيلاتين. انا استخدمت جيلاتين نباتي، وقلبتهم وبسيبهم مع بعض ربع ساعة. الأول كده أركنهم على جنب، بعد الربع ساعة ابتديت أحط فيها شوكولاتة دارك برضو زي ما تحبوا الشوكولاتة نوعها ايه أو نسبة الدارك فيها ايه. وبعد كده أحطهم على نار هادية وأستمر في التقليب. بتسيح بسرعة جدا. أهم حاجة أقلب، وأول ما تغلي معايا بالشكل ده هتاخد معايا حوالي دقيقتين أو 3 مع الاستمرار في التقليب، ما سيبهاش أبدا علشان ما تتحرقش من تحت. وبعد الدقيقتين او 3 دقايق بالكتير هبتدي اقفل عليها وصبيتها في بولة ازاز. تقدروا طبعا تضاعفوا الكميات، وده بيبقى شكلها. بستناها تهدى شوية من البخار بتاعها وادخلها التلاجة تتماسك. انا بصراحة في الوقت ده استعجلت عليها فخليتها حوالي 4 ساعات، لكن هي كانت بتبقى محتاجة وقت اكتر من كده. قوامها تحفة وطعمها تحفة، حلوة جدا. ولو عايزينها جيلاتينية اكتر تقدروا تزودوا كمية الجيلاتين، يعني يبقوا معلقتين صغيرين مليانين. شايفين قوامها بيبقى تحفة. دي كانت عندي مجموعة الحلويات اللي انا عملتها. نصيحة: الموز يتاكل في نفس اليوم او يوم كمان بعده. اي حاجة اي حلويات بيدخل فيها موز لازم تتاكل في اليوم نفسه او اليوم اللي بعده، ما تبقاش اكتر من كده. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم، انا اسمي ليليان ودي القناة بتاعتي، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير مع اصحابكم. شكرا.